الله، وفرضت السرية التامة على العملية دي، ومنع تبادل المذكرات والخطابات، وحصر التخطيط للعملية في أقل عدد ممكن. وكان المسؤول عن العملية دي في المخابرات العامة المصرية هو الضابط محمد نسيب الملقب بقلب الأسد، واللي كان ظهر في مسلسل رأفت الهجان لو انتوا فاكرين. وبدأ يتحرك لمينا اسكندرية عشان يختار الضفادع البشرية المناسبة لتنفيذ العملية. وبالفعل اختار المجموعة، ومن كتر سرية العملية المجموعة نفسها ما كانتش عارفة هتنفذ عملية نوعها ايه، ولا في اي بلد، ولا هتستخدم متفجرات ايه اصلا. واستخدمت مصر برضو خطة خداع استراتيجي عن طريق ان هي عرضت على الشركة بتاعة الحفار مبلغ اكبر من اللي عرضته اسرائيل، في مقابل ان الشركه تدي اوامر للحفار ان هو يغير اتجاهه لمصر. وبدات الاستعدادات الفعليه وتجهيز المتفجرات بالانواع والكميات المناسبه، وبدات تتحط في حقائب سفر. وقسمت جماعات العمل لثلاث مجموعات. المجموعه الاولى هي مجموعه التخطيط والتجهيز، وكان مقرها في القاهره. والمجموعه الثانيه كانت